مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات بيت العيله، بيت المصريين جميعا. حلقه هيكون للانتخابات المصريه البرلمانيه جزء كبير منها. طبعا هتكون موجوده معنا في فقره الاخبار، وهيكون لها الفقره الثالثه اللي هيكون ضيفي فيها المستشار عصام شيحة عضو الهيئه العليا لنقابه المحامين. اما بالنسبه للفقره الثانيه وهتكون مع زميلتي العزيزه اسماء حبشي، هيكون فيها كلام عن مشاكل اللغه وتصحيح اللغه عند الاطفال، وهتكون ضيفتها فيها المستشاره الدكتوره سمر سعودي، مستشاره الاسره العلاقات الاسريه والتعديل السلوكي. خلونا بقى نرحب بضيفي اللي هيكون معايا في الفقره الاولى، فقره الاخبار، الكاتب الصحفي الاستاذ ناصر حجازي، رئيس قسم الشؤون العربيه بمجله الاذاعه والتلفزيون. اهلا بك. اهلا بك يا استاذ ناصر. الخبر الاول معنا طبعا عن الانتخابات وعن سياده الرئيس السيسي ودعوته لجميع المصريين للنزول الى لجان الاقتراع. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب المصري الى النزول الى لجان الاقتراع والمشاركه في انتخابات مجلس النواب، قائلا: ادعو جميع ابناء الشعب المصري رجالا ونساء شبابا وشيوخا الى النزول والمشاركه في الانتخابات. في كلمه بثها التلفزيون المصري بالتزامن مع بدء التصويت في المرحله الاولى من انتخابات مجلس النواب خارج مصر وقبل ساعات من التصويت في الداخل، قال الرئيس: انتظر من شباب مصر ان يكونوا هم المحرك الرئيسي لهذه المرحله. كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئه للشعب المصري على حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الامن، مؤكدا ان ذلك تحقق بعد جهود دبلوماسيه حديثه. ايه تعليق حضرتك؟ طبعا الانتخابات البرلمانيه كالفصل الثالث من خارطه الطريق، طبعا هي استحقاق مهم جدا وكان الشعب المصري بينتظره. للأسف الشديد تأخر عدة مرات لأسباب قانونية، وهذا التأخر قد يتسبب في أنه ينخفض معدل الحضور عن الانتخابات الرئاسية وعن التصويت في على الدستور. ولكن هذا انخفاض المعدل ملوش علاقة بأن في مجموعة كبيرة جدا من الأسماء اللي نزلت للانتخابات لكن الشعب بشكل حقيقي ما يعرفهمش في هذه الدوائر. لا، هو كمان الانخفاض في معدل الحضور ليس معيارا لنجاح الانتخابات او اي انتخابات او فشلها. يعني احنا لو ايه المعيار يا فندم؟ لا، المعيار هو حجم النزاهه لهذه الانتخابات والنتيجه التي يحصل عليها المواطن. فكره ان اللي جم هم اختاروا ده فعلا. حضرتك يعني لو حضرتك تابعنا او راجعنا معدلات الحضور في الدول المتقدمه اللي هي دول الصف الاول او الدول العالم الاول، هنكتشف انها اقل بكتير من اللي حضروا مثلا في التصويت على الدستور. طيب سؤال، اتفضل. هل احنا في المرحله الحاليه اللي احنا موجودين فيها بكل الحراك السياسي الموجود في مصر حاليا، احنا والدعوه عفوا الى الاستقرار، احنا مش بحاجه لان المصريين يتكاتفوا مره اخرى وينزلوا ينتخبوا ويختاروا اللي هم عايزينه؟ طبعا احنا بحاجه لده، ولكن احنا ما ننساش ان الانتخابات اتاجلت اكتر من مره، والمواطن المصري للاسف الشديد بعد عده سنوات من الحراك السياسي العنيف الذي لم تشهده مصر منذ عده عقود، المواطن المصري بطبعه او طبيعي جدا ان هو تحصل له حاله من حالات الفتور، حماسه يقل. كمان في نغمه سايده في الشارع المصري لا اعرف لها سببا، وهي انه البرلمان ده مش هيطول، البرلمان ده عمره قصير، البرلمان ده جاي علشان مرحله انتقاليه وهيتحل سواء بقرار رئاسي او بحكم القانون. دي نغمه سايده في الشارع وما نقدرش ده حصل. اولا احنا مش بنضرب ودع، ثانيا ده ما يشيلش المسؤوليه الملقاه على عاتقنا اللي قد تؤدي لدخول اشخاص غير مسؤولين البرلمان. حضرتك انا بقول لك اللي موجود في الشارع مش اللي انا مؤمن بيه. انا مؤمن ان احنا نروح نشارك، وبغض النظر احنا من ننتخبه هو من على الاقل بعملنا اللي علينا. عظيم جدا. ولكن للاسف الشديد هذه النغمه موجوده في الشارع ولا نستطيع ان نغفلها. كمان في الوجوه السائده في الشارع المصري الان في الانتخابات المصريه، بعضها وجوه مألوفه بالنسبه للمواطن المصري شافها في انتخابات سابقه في العهد السابق، وده كمان بيخلي حماسه اقل بكتير. على فكرة الحضور اللي في مسألة الانتخابات سوف يختلف تماما
في المدن عن القرى. ربما نشهد في القرى إقبال شديد، لأنه الانتخابات في القرى المصرية وفي صعيد مصر تحديدا يحكمها العامل القبائلي أو العامل العائلي، وعلشان كده الحشد فيها بيبقى أسهل بكتير من المدن. ده حقيقي. المدن بتبقى أقل بكتير، وأعتقد أن في بعض مناطق في الصعيد سيكون فيها الحضور أكثف بكتير مما نتوقع، وربما يكون أكثف من الحضور في التصويت على في الاستفتاء على الدستور. كوتة الأقباط، كوتة السيدات، كوتة الشباب، هل تعتقد أنها هتزيد من حضور هذه الفئات النوعية ولا لا؟ برضو لأنه المرشحين مش شخصيات معروفة قوي، مش كلهم طبعا، فيهم شخصيات معروفة لكن مش معروفة. من سيتحكم في حضور هذه الفئات في بعض الدوائر من عدمه هو المرشح نفسه. بمعنى عندما يكون هناك اثنين مرشحين شباب او 3 مرشحين شباب ولديهم حضور في الشارع في دائرتهم، اعتقد ان الاقبال هيكون اكبر طبعا، وكذلك في باقي الكوتات. ولكن اذا كانت الوجوه وجوه غير معروفه وغير مشهوره او غير ذات تاريخ، او ربما يكون تاريخها مش عالي، اعتقد ان الحضور هيكون اقل للاسف الشديد. وربما يكون، ولكن هذا الحضور الاقل، وهذه نقطه مهمه اعتقد يجب التركيز عليها، لا علاقه لها من قريب او من بعيد بالاخوان المسلمين. فالاخوان المسلمين خارج المشهد السياسي، ولا اقول خارج المشهد الانتخابي، الاخوان المسلمين خارج المشهد السياسي كله، فلا لا تأثير لهم، فلا ليه مقاطعتهم ولا لحضورهم، واعتقد انهم هيكونوا غير موجودين، يعني لا حتى لو اختاروا ان هم يدوا اصواتهم لبعض المنتمين لتيارات الاسلام السياسي الاخرى اللي لسه ما حصلش المقاطعه القويه معاها. يعني هل ده كمان مش هيأثر؟ يعني حضرتك ما تعتقدش ان هم هيدعموهم خالص؟ يعني حضرتك ما تعتقدش الاخوان مثلا هيدعموا مجموعه الاحزاب الدينيه اللي ما زالت قائمه زي النور تقديري انا والتنميه وما الى ذلك؟ تقديري انا ان الاخوان المسلمين سيقاطعوا هذه الانتخابات بكل صورها، ولن يدخلوا ولن يدخلوا لدعم مثلا. خلينا نتكلم بصراحه، احنا بنتكلم على حزب النور. لن يدخلوا لدعم حزب النور، فهم يرون في حزب النور من طعنهم في الخلف. بس يبقى انه في اخوان فعلا على قوائم حزب النور افرادا وليس وجهه نظر تنظيم. ربما يكون في، وعلى فكره ما هو برضه كمان الخطوط الفاصله بين حزب النور والاخوان المسلمين في فتره من الفترات لم تكن موجوده، كانوا الاثنين داخلين في بعض حقيقي. ولو احنا رجعنا اللي كانوا موجودين على منصه رابعه هنكتشف ان كتير منهم مرشحين الان على قوائم حزب النور، ولا علاقه لهم بالاخوان المسلمين، علاقتهم الاساسيه بحزب النور. وعليه انا اعتقد انه لن يكون رأي الإخوان في المجمل دعم حزب النور، بل سيقاطعوا الانتخابات. ده رأيي الشخصي. خير. ربنا يعدي الأيام الجاية على خير، وإن شاء الله الأوضاع تستقر ونحقق فعلا الاستحقاق الثالث. السيسي يوجه وزير الخارجية بالسعي لوقف انتهاكات المقدسات الدينية في القدس. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بسامح شكري وزير الخارجية الذي استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك، والتي حضر خلالها جلسة الجمعية العامة التي تم فيها التصويت على عضوية مصر في مجلس الأمن لعامي 2016 و2017. طبعا مبروك. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير استعرض خطة العمل المصرية خلال المرحلة المقبلة والتحضير والتنسيق الجاري مع أعضاء مجلس الأمن ومختلف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة بشأن أولويات العمل المصرية في مجلس الأمن. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية السعي بدأب لوقف انتهاكات المقدسات الدينية في القدس الشرقية والعمل على تهدئة الأوضاع وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الجارية في القدس الشرقية والضفة الغربية. وعرض وزير الخارجية أيضا آخر التطورات في المسألة الليبية التي سترى بجزء مهم جدا من اتصالات ومشاوراته مع مختلف المسؤولين الدوليين، لا سيما في ضوء التوصل مؤخرا إلى اتفاق في الصخيرات بالمملكة المغربية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية. اعتقد ان احنا كده يعني 3 موضوعات مهمين جدا. طبعا الموضوع الاول وهو موضوع الوضع في فلسطين المحتله. طبعا الوضع هناك اكثر من ملتهب، واعتقد انه ما نشاهده ليست هبه وليست مظاهرات احتجاج، ولكنها انتفاضه ثالثه مؤكده، وانتفاضه ثالثه يعني اعتقد ان سببها الرئيسي هو انسداد الافق السياسي. ابو مازن له يعني اكثر من 10 سنوات الرجل فعل كل ما يجب ان يفعله او يجوز ان يفعله
كي يقنع إسرائيل بالجلوس معه على مائدة المفاوضات، وإسرائيل لم تجلس معه ولم تقدم له شيء فعلا. المواطن الفلسطيني يرى الأفق السياسي مسدود، هناك استيطان بوتيرة عالية جدا، هناك تضييق، هناك اعتداء واضح على المسجد الأقصى. وأعتقد أن أنا يعني أزعم أن أنا متخصص في هذا الجزء. المواطن الفلسطيني قد يغفر لك أي شيء إلا أن يمثل المسجد الأقصى. وقتها يتحول المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا، وأكثر تحديدا في مدينة القدس وما حولها، إلى شخص آخر قد يؤدي به، قد يدفع حياته ثمنا راضيا للدفاع عن المسجد الأقصى. ولذلك وجدنا يعني يعني قد يتحمل شظف العيش، لكن سهلة. المساس بالمسجد الأقصى مش مقبولة. أحمر دونه الموت. تمام. والمواطن الفلسطيني بطبعه يستطيع أو فعلها عدة مرات، فعلها كثيرا جدا في كل الهبات في تاريخ الشعب الفلسطيني، من أول هبة سنة 28 سنة 29 إلى حرب إلى ثورة 36 إلى حرب 48. في كل حروبه كان وفي كل قتاله كان دفاعا عن المسجد الأقصى تحديدا، ويعتبر أن المساس به أو منعه من دخوله يعتبره جريمة يموت في سبيلها، ما عندوش اي مشكله. طبعا احنا شفنا النهارده الصبح طبعا كان في مشهد شهير جدا، اعتقد انه يعني لن ننساه يعني لعقود. انه طبعا اسرائيل ركزت على المشهد ده اللي حصل امبارح وذاعته النهارده كتير، اللي هو شاب فلسطيني بيجري بسكينه ورا عسكري اسرائيلي، انا اسف، عسكري صهيوني مش اسرائيلي، عسكري صهيوني بيجري وراه وهو ماسك سكينه، والعسكري الصهيوني ماسك بندقيه اظن M16 حاجه كده امريكاني، يعني اخر حاجه عندهم، وبيجري وراه وهو لابس زي الصحفي. طبعا هم ركزوا على الحته دي علشان بعد كده احنا كصحفيين اللي هندفع الفاتوره، وهيقتلوا صحفيين كتير، وبحجه انه الصحفي ده كان ماسك سكينه. طبعا الوضع طبعا مصر مهتمة جدا بهذا الوضع ولا يمكن أن تقبل به. مصر بتحاول بقدر الإمكان أنها تحصل للفلسطينيين على حقوقهم. أعتقد أن هذه الانتفاضة التي نراها الآن هي بداية لمرحلة جديدة. أعتقد أنه سيكون ما خلفها. الانتفاضة الأولى سنة 87 جاءت بأسلو، الانتفاضة الثانية ذهب معها الراحل أبو عمار رحمه الله، وجاء مع محمود عباس. أعتقد أن هذه الانتفاضة الثالثة هي نهاية لهذه المرحلة وبداية لمرحلة جديدة يخوض فيها الشعب الفلسطيني نضال بشكل جديد. أعتقد أنه سؤال، هل تعتقد أن ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة قادر على توحيد الصف الفلسطيني وإعادة بعض المنطق لحماس ولا لا؟ بتقولي قادر ولا أتمنى؟ يعني تحليلي ولا أمنيتي؟ قادر ولا لا؟ تحليلي. احنا نتمنى والله انه الصف الفلسطيني يتوحد في مواجهة المحتل. أمنيتي أتمنى، ولكن للأسف الشديد أنا ما أراه وما رأيته سابقا من سلوك يعني طرفي الانقسام، حركة فتح في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة وحركة حماس تحديدا، انه ما أراه انه او ما أتوقعه انه حماس ستفعل انه لو استمرت الانتفاضة لفترة طويلة او لأسابيع قادمة ستحاول ان تركب الموجة وربما تورط قطاع غزة في حرب دامية لا لشيء الا لكي تعود هي في صدارة المشهد. وربما نجد ان طرفي الانقسام، واعني بهما هنا حركة فتح الجناح الحاكم في حركة فتح وحركة حماس، ربما يتنافسا على تقديم التنازلات، وهنا تأتي الكارثة التي يدفع ثمنها في الغالب المواطن الفلسطيني والطفل الفلسطيني. يعني أنا النهاردة ألمني بشدة أن طفل فلسطيني استشهد ليه ومعاه كيس شيبس في جيبه. يعني ربنا يلطف بيهم يا رب، ومصر موجودة دائما في المشهد لحماية الشعب الفلسطيني. مصر دفعت 34 مليون دولار استحقاقات الكهرباء عن قطاع غزة، ولم يذكر الإعلام أي شيء عنه، وتحديدا القنوات والمواقع التابعة لحركة حماس لم تذكر هذا الأمر لا بخير ولا بشر، وكأنه لم يحدث. والله ولا احنا مصر دفعت يعني احنا بندفع الفواتير في صمت على فكرة، وهذا لا يستحق الشكر لأنه واجب. احنا دايما بندفع في صمت. الجزء الخاص بقى بليبيا واتفاق الصخيرات في المملكة المغربية. طبعا نحن مهتمون بما يحدث في ليبيا لأنه جزء أساسي من الأمن القومي. مش هنتكلم بقى على ان احنا عندنا عمال هناك ولا عندنا ليبيين موجودين في مصر، لا، هذا أمن قومي بالنسبة لمصر. واعتقد ان مصر
يعني الامن القومي بالنسبه لها في خط احمر، واعتقد انه تدخلنا في الشان الليبي ياتي دائما لمساعده الاخوه على اجتياز هذه المرحله. واتمنى ان يدرك البعض انه التدخل في ليبيا معناه معاداه مصر، وهذا لن يكون ثمنه بسيطا، بل سيكون ثمنه باهظا. وانا هنا لا يعني ما بلقحش كلام، انا بتكلم هنا على قطر وتركيا تحديدا. هاتين الدولتين وحده وطنيه في ليبيا لها علاقه ب تسليح الجيش الليبي علشان يبقى هو القوة مستقرة ويتم بقى استقرار الأوضاع في ليبيا؟ أساسي. إذا ما قارنا بالوضع في مصر بين مصر وسوريا، ما الذي حدث في مصر وما الذي حدث في سوريا؟ لدينا جيش متماسك في مصر، ويجب أن يكون هناك جيش بقوة متماسكة ومسلح تسليحا جيدا ومدرب تدريبا مهنيا في ليبيا كي يحفظ الأمن وكي يعيد هذه الدولة المترامية الأطراف الضخمة إلى كيانها مرة أخرى. وده جزء من دورنا، وأعتقد أنه جزء مهم جدا. فكرة أن الجيش يحمي وليس تابعا للقيادة السياسية في ليبيا أو في سوريا. خلينا نتكلم عن الخبر اللي بعد كده. العليا للانتخابات تتابع التصويت في الخارج خلال بث مباشر بس مش عايزين نسيبها، اللي هي فوز مصر بمقعد. تمام طبعا. هذا الامر اعتقد انه كلنا بصينا على الجزء الايجابي، وهو جميل جدا ان احنا مصر تفوز بمقعد. طب الجزء السلبي ايه؟ لا، الجزء المهم في الصوره هو من لم يصوت لصالح مصر. احنا حضرتك قريت اسامي الدول اللي لم تصوت لمصر؟ امريكا، ايوه، اسرائيل، ايران، تركيا، مش عارف، واظن قطر، ليس كل الظن اثم، واظن قطر يعني، واثيوبيا لم تصوت لصالح مصر. يعني تركيا لم تصوت لصالح مصر، اسرائيل، وهذا وضع طبيعي جدا، هذه عدو، هذا الكيان الغاصب عدو، وهذا الكيان عدو الى يوم القيامه، الى حتى يزول هذا الكيان. امريكا وايران وتركيا واثيوبيا، هذه الدول يعني هذا التصويت ينبئنا بشكل علاقات مصر وعداوات مصر، مش بلاش عداوات، خصومات مصر مع بعض الدول الإقليمية والدول في الطرف الدولي. أكيد. العليا للانتخابات تتابع التصويت في الخارج خلال بث مباشر من السفارات. عقدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعا صباح اليوم السبت لمتابعة انتخابات مجلس النواب التي بدأت في الخارج، وذلك خلال 18 جهاز بث مباشر خاص باللجنة العليا موزعة على عدد من السفارات المصرية في الكويت والإمارات والسعودية وإيطاليا وغيرها. تبدأ باقي السفارات المصرية في فتح باب التصويت في 9 صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وشهدت بعض السفارات إقبالا ملحوظا من المواطنين في كل من الكويت والإمارات والسعودية. طبعا ده خبر يعني استكمالا للخبر الأول اللي احنا اتكلمنا عليه. اعتقد ان الاقبال على في التصويت في الخارج يحكمه عامل اداري، الا وهو انه الناس كم او عدد الناس اللي مسجلين نفسهم لدى السفارات. للاسف الشديد احنا جديد علينا حكايه التصويت بره. احنا طول عمرنا ما فيش تصويت بره، اظن في الانتخابات الاخيره فقط هو اللي كان فيها تصويت في الخارج. الانتخابات الرئاسيه اللي فاز فيها محمد مرسي والانتخابات الرئاسيه اللي فاز فيها الرئيس السيسي. حضرتك بتقصد الناس اللي مش مسجلين في السفارات بمعنى الهجره غير الشرعيه؟ لا، ولا المواطنين العاديين الشرعيين الموجودين لكن بس ما سجلوش نفسهم؟ للاسف الشديد الثقافه دي مش عاليه قوي عندنا، لان احنا ما بقالناش فتره فيها. احنا بقالنا 3-4 سنين بس، حتى على الرغم ان هم قالوا انه هيبقى فيه 8 ممثلين للمصريين في الخارج في البرلمان القادم. اعتقد انه ده يحتاج لوقت اطول بكتير من كده. تمام. يعني اعتقد انه يحتاج لسنوات اطول مش شهور. طيب كانوا قالوا حاجه تانية، قالوا انه ما بيبقاش في اماكن للتصويت باستثناء في السفاره او في القنصليه، وكل واحده فيهم بتكون في مدينه او في مدينتين او اكبر مدينتين. صحيح. بعض البلدان مساحتها كبيره جدا فبيصبح السفر الى واحده من المدينتين مشكله. هذه المشكلات تعرض على اللجنه العليا للانتخابات، ويجب ان بالتنسيق مع وزاره الخارجيه يجب ان يكون هناك سبل لتيسير تصويت هؤلاء المصريين. يعني مثلا انا مش متخيل ان المصريين في كندا دي قاره، امريكا دي قاره، ما ينفعش ابدا ان اقول لهم التصويت في السفاره وفي القنصليات وفقط، لازم يكون في حل. تمام. يعني ممكن يكون الحل زمنيا، بمعنى ان انا افتح له التصويت يكون لمده مثلا اسبوعين، يعني قبل مش يبقى يوم او يومين، لا يبقى اسبوعين، بحيث ان هو في خلال الاسبوعين دول ممكن يقدر ان هو يزور مدينه، ممكن ان انا اوفر له في بعض المدن التي يوجد بها كثافه مصريه، اوفر له
لجنه انتخابيه متنقله، لا لازم يكون في حل. تعاون مع اقسام الشرطه مثلا. لا بلاش كجهه حكوميه منضبطه. بلاش اقسام الشرطه، لانه الشرطه بره ليها وظائف ثانيه مالهاش علاقه بالانتخابات غيرنا احنا. يمكن احنا في الدول العربيه الشرطه يعني اكيد عندهم الشرطه البلديه، اكيد عندهم جهه مثلا قادره على التعامل مع المواطنين بشكل قريب ومسؤوله عن الانتخابات، نقدر نتعاون معهم في هذا الاطار ان شاء الله. هذه المشكله يجب ان يكون هناك لها حل في المستقبل كمان، علشان ان احنا في المستقبل هيكون للمصريين اصوات، فطبيعي جدا ان هو هيبقى لهم دعايه وهيبقى لهم انتخابات عندهم، فيبقى لهم حياتهم الخاصه بيهم، فلازم يكون في حل يعني. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لأسبانيا. عاد إلى أرض الوطن صباح اليوم السبت الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد انتهاء زيارته الرسمية لأسبانيا. أجرى خلالها العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. كان الفريق أول صدقي صبحي قد أجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى إسبانيا بحضور وزير الدفاع الإسباني ووظيفة الموسيقات السلام الوطني المصري. وعقد الوزيران المصري والإسباني جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم التفاهم حول زيادة أوجه التعاون المشترك في مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وذلك في ضوء التقارب وعمق العلاقات المصرية الإسبانية والمواقف الإسبانية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية. أعتقد أن الخبر ده يعني استكمالا لأخبار أخرى يعني كانت خلال الفترة الماضية بتتركز على أنه علاقات مصر العسكرية بأطراف أخرى غير الطرف الأمريكي. التوجه الحالي في الجيش المصري هو يصحح خطأ عمره 41 سنة. احنا سنة 74 للأسف الشديد ألقينا بكل ثقلنا، وده كان توجه لدى الرئيس السادات الله يرحمه، أنه نلقي بكل أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة، وعليه كان كل تسليحنا في خلال فترة طويلة من الولايات المتحدة، وكان طبيعي جدا ان الولايات المتحدة تسلحنا وتسلح عدونا الرئيسي، وكانت تسلحنا بأسلحة هناك يعني متأخرة جدا إذا ما قارناها بالعدو الصهيوني. لكن للاسف في الوقت ده كان في نظام اوحد في العالم، وبالتالي اعتقد انه احنا كان ممكن ان احنا نقدر ان احنا يعني نتحايل على هذا الامر، واعتقد انه تم التحايل عليه فعلا في اواخر عهد حسني مبارك، ولكن بدرجات بسيطه مش درجات عاليه. اعتقد ان الرئيس السيسي تم تدارك الخطا، واعتقد ان الرئيس السيسي حللنا من هذه العقده وفك هذا القيد، بانه لم تعد الولايات المتحدة أو حلفاء الولايات المتحدة هم وحدهم مصدر التسليح للجيش المصري. أعتقد أن الجيش المصري دلوقتي مفتوح عليه، واعتقد انه كمان هو الجيش المصري هدف لشركات التسويق العالميه والدول العالميه. طيب، هل من العدل ان احنا نقول ان مجموعه دول البحر المتوسط جنوب او شمال البحر المتوسط في هذه الحاله ايطاليا تحديدا وفرنسا واسبانيا مهتمين جدا بما يحدث في المنطقه، على اعتبار ان هم الطرف الثاني من البحر المتوسط، وكل الاشتباكات الامنيه والارهاب اللي موجود في هذه المنطقه عندنا، يعني سواء في ليبيا في مصر في سوريا، كل ده بيصدر لها مهاجرين وبيصدر لها مشاكل. اعتقد فكره انه ده الباب اللي ورا، باب البيت من ورا. اعتقد انهم ادركوا ده بعد انهيار الوضع في ليبيا مش في سوريا. انهيار الوضع في ليبيا خلاهم كلهم يدركوا ان هناك قنبله موقوته في الحديقه الخلفيه لاوروبا. بالزبط. يعني الفارق بين اوروبا وبين الوضع في ليبيا يعني فركه كعب. بالظبط. يعني فكمان هم التدخل في العلاقات بينهم وبين ليبيا كان كبير جدا. اعتقد انهم كانوا معنيين، واعتقد كمان ان هم خرجوا عن الطوع الامريكي وتحالفوا مع الجانب المصري في ضبط الوضع في ليبيا. اعتقد ان الوضع في ليبيا كان من الممكن ان يصل، كان طبعا بشكل غير مباشر او بطرق كثيره. اعتقد ان الوضع في ليبيا كان من الممكن ان يكون كارثيا اكثر مما هو كارثي الان. هو كارثي الان، ولكن كان من الممكن ان يصل الى مراحل للاسف الشديد من التطور السلبي في مسائل الامن، في مساله وجود كان هناك من يخطط لان يكون هناك داعش أخرى موجودة في خاصرة الجيش المصري في الغرب الليبي، وربما كان يخطط لكي ينقلها إلى الصحراء الغربية كمان، مش كان يكتفي أنها تبقى موجودة في ليبيا. أعتقد كل ده تم إجهاضه
بتنسيق مصري أوروبي، وأعتقد أن الولايات المتحدة لم تكن سعيدة بذلك، فالولايات المتحدة جزء من العدو. الخبر الأخير معنا تعاون بين الكهرباء والتموين لتوزيع لمبات الليد على البطاقات التموينية. توقع الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين يوم الأحد المقبل لبدء تطبيق منظومة حصول المواطنين على لمبات الليد المدعمة من قبل وزارة الكهرباء من خلال الفروع والمنافذ التابعة لوزارة التموين بالبطاقات التموينية. أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه من المقرر أن تتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية الحصول على هذه اللمبات الليد بسعر مدعم من خلال فرق نقاط الخبز أو من خلال بطاقة التموين الشهرية. وأضاف المصدر أن هذا البروتوكول يعد محاولة من قبل وزارة الكهرباء لإنجاح حملة توزيع 13 مليون لمبة ليد على المواطنين بتكلفة 250 مليون جنيه بعد فشل شركات توزيع الكهرباء في تطبيق الحملة على مدار الشهور الثمانية الماضية. أعتقد أن هذه تفصيلة لا تغني عن الأصل. والأصل إيه؟ الأصل أن يكون لدى مصر محطات توليد طاقة نووية، محطات توليد طاقة من الرياح، من محطات توليد طاقة من الطاقة، اكتفاء ذاتي من الطاقة طبعا. كل هذه التفاصيل تفاصيل جانبية، نحن نتعامل مع العرض ولا نتعامل مع المرض. كل هذه الأمور يمكن أن نحلها وأن نتجاوزها وأن تكون خطوات ممتازة، ولكن يجب أن يكون لم يعد منطقيا ونحن في العشرية الثانية من القرن ال21 ان مصر ما يكونش عندها محطات توليد طاقة شمسية، طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية. ومصر هي واحدة من أفضل دول العالم على الإطلاق موقعا في هذا الأمر. كمان ما ينفعش ما يكونش عندنا محطات تحلية مية، واحنا عندنا أزمة مع دولة اسمها اثيوبيا، وعندنا ربما انخفاض في الاحتياطي المائي بتاعنا. وكمان المواطن المصري نصيبه المائي أقل من 3 متر مكعب يوميا، وهذا معناها أننا في حالة فقر مائي. يعني ده المعدل الذي بعده الفقر المائي. اعتقد ان احنا في حاجات كتيره احنا تاخرنا عليها كتير، ولكن ان ناتي متاخرا افضل من ان لا ناتي. اعتقد ان مهمه الرئيس السيسي وليس احدا سواه وليست الحكومه هذه الملفات، واعتقد انه يعيها جيدا بوصفه راجل مخابرات قبل ما يكون راجل عسكري. تمام. للأسف وقت فقرتنا خلص. الكاتب الصحفي ناصر حجازي رئيس قسم الشؤون العربية بمجلة الإذاعة والتلفزيون، حضرتك نورتنا النهارده. ده نورك كل تسلمي، ربنا يخليك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كده خلصت فقرة الأخبار. بعد الفاصل زميلتي العزيزة أسماء حبشي وضيفتها دكتورة سمر سعودي مستشار العلاج الأسري والتعديل السلوكي، وكلام مهم جدا حول مشاكل اللغة عند الأطفال وكيفية تصحيحها.